بسم الله توكلنا عليك يا رب. اليوم يا فتاح يا رزاق يا كريم. حاول تصورك حاولي اصبر دقيقة بس. حاولي تصور. خلي لك انا باقي شنو اليوم وجينا لك كله اصبرك هلا دقيقة تصورك انا حاول. ما هي خلي لك عقلها غدا. حاول شبيك على حاجة. في واحد طلع في نخله. ايوه باقي جنوب نخل. طلع في نخله بعدين ما طلع في نخله. طلع ما فوق وسكت. ومتكر عصا. ومات. أو شيء يكون باك زيارة. انما صورنا. تصورك بالطرف مقطع كذا الموسم جاء وحاجة روعة كذا. عالم نخيل شاحي تمرك من كم هبلي خليل لن تستجمل شطأم عالم نخيل. أحبتنا ها نحن نعود لكم من جديد ومن منطقة الجاف في أوسط أشجار النخيل التي تعانق السماء. نتمنى منكم أن تقضوا معنا أمتع الأوقات. بخطوات واثقة يتسلق المزارع جذوع النخيل العتيقة متجها نحو ثماره الذهبية المعلقة عاليا. بداية الجنة في الجاح هنا عندنا في 12 حزيران كما يقول الأهل من أول، يقول إنها ارتكز الجنب. ارتكز الجنب يعني في 12 حزيران. في 12 حزيران يبدأ الواحد في سوق سلة وسلتين وكل ما له يزيد يعني الموسم. وبعد جني التمور الناضجة من النخيل يضع المزارع اتهامي التمر على فرشة التي هي عبارة عن سجادة مصنوعة من صعف النخيل يتم عليها عملية التصفية للتمر الناضج والصالح للبيع. وبعد تصفيته يتم تعبئته في سلال خاصة به. ومن ثم يتم تسويقه إلى السوق ويتم بيعه بشكل يومي وناضج وطري. والأسعار في بدايته من 10 من 908 هذا 5 سوق الجاح ليس مجرد مكان للتسوق بل هو رمز للعطاء والكرم، حيث يجتمع الناس من مختلف القرى والمناطق لشراء هذه الثمرة المباركة التي تعد مصدر رزق لكثير من العائلات. ففي سوق الجاح لا تشتري فقط تمرا بل تشتري قطعة من التاريخ وتساهم في دعم المزارعين والحفاظ على هذا التراث الثمين. وإلى هنا نقول لكم لن نقول لكم مداء بل بالله لكم كيف صوتك خلها بصوتك يلا. نودعكم على أمل اللقاء بكم في أعمال أخرى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم ودام الوطن بألف خير. الله